مشاهدينا نحييكم من جديد. جئت إليه لابسا السواد يكسو وجهي علامات الحداد، مع ان الواحد بيضحك بس شر البلية ما يضحك. ابتلى طلعت السادات نفسه بالحزب الوطني، فلوس الحزب الوطني. لو عايز تثبت انك لا جاي عشان تطهر، طيب كانوا بيقولوا لنا ان الحزب الوطني حزب من اغنى الاحزاب في العالم، عنده مؤسسات ومقرات في كل محافظات مصر. كان اي حد عايز ينافق الحزب الوطني بيعمل له مقر، اي حد عايز ينافق الحزب الوطني كان يدفع اموالا. اين فلوس الحزب الوطني؟ هل ستعيدها الى الشعب؟ اللي هي كام؟ انت بتسالني يا انت تفتكر هي كام؟ اديني انا مفاتيح الحزب الوطني وانا اطلع اجيبها. لا حضرتك متخيل الخزنه فيها كام؟ الخزنه فيها كام؟ متخيل؟ هيبقى اقل من 5-6 مليار. يا ريت يا ريت. انت عاوز تقول لي ان انتوا بتشحتوا مثلا؟ هنلم لكم في النهايه؟ يعني الثوره اللي قامت للاطاحه بالحزب الوطني نلم لهم في النهايه كل اللي في الحزب الوطني على مستوى المحافظات والمراكز والنجوع، ولو عملتهم كده انا كنت زيك برضه، فاهم؟ انت قلت انت داخل على عكفه زي ما بتقول. انت بتفكرني عارف بايه؟ بالحاجه ام كريم. اول ما جيت اتجوزها زمان، هي بنت خالتي يعني طبعا وسيده فاضله يعني. انا كنت عارف ان عندهم وقف. فقالوا لي يا ميا ده احنا عندنا وقف وفي زلع دهب. اي والله زي ما بقول لك كده. فدخلت على طمع. فطبعا عروسه بقى يعني حاجه محترمه طبعا هي سيده فاضله، وهي المطمع الاساسي يعني. وهي الحقيقه يعني هي ثوريه حق الله، وست مهما هقعد اقول للصبح مش هديها حقها. لكن الحزب الوطني ما فيهش الفلوس دي. ده يوم ما تلاقي فيه فلوس لن تتعدى 30 مليون جنيه على مستوى ال 26 محافظه. 30 مليون جنيه يا استاذ عمرو لن يتعدى، لان قعدنا نحسبها. لانه ده فكه، ده بعشوه يعملها احمد عز. عشوه؟ ده احمد عز يديهم كده بقشيش بالنسبه لفلوسه يعني. ادي الحزب الوطني اول عن اخر، جميع المحافظات جميع الامانات لا يتعدى 30 مليون جنيه. اي حزب الوفد معاه اكتر، الاخوان المسلمين معاهم اكتر من 30 مليون دول. ادي الحزب الوطني. انت عايز تقول لي ان اموال الحزب الوطني وكل اصوله ده امواله بس ولا اصوله كمان؟ لا الاموال السائله، يعني الاموال السائله 30 مليون. الاصول تتعدى، لان الاصول في منها ايجار، في منها تمليك، في حاجات هم صارفين على مقرات، منظفين عاملين شغل يعني. لكن كلها حاجات ملهاش دعوه بالدوله، مفيش حاجه من الدوله. لا ازاي يعني؟ زي يوم كل اللي كان حتى يدفع اموالا كان بيعملها عشان ياخد مصالح، عشان يستفيد. كل الاحزاب كده. لا بس انت بتاخد مصالح من السلطه، ما هو خدها من الاحزاب، خلي الحزب الوطني. وهي الاحزاب اللي موجوده كانت بعيده عن السلطه؟ انت عاوز تفهمني ان كان في حزب في مصر بيدار بعيد عن السلطه؟ ده رئيس حزب التجمع معين في مجلس الشورى. جرى يا عم، جرى يا عم، انتوا بتتكلموا مع مين؟ انت مش مسمي الحزب الجديد الحزب الوطني الجديد؟ خلاص رجع هذه الاموال وهذه الممتلكات للشعب، حتى لو قيمتها 30 مليون جنيه اموالا سائله. هتشوف الممتلكات والمقر، حتى لو جابوا 100 مليون. يعني لو انا مأجر منك، افترض انت عندك عماره وانا مأجر منك شقه. لا التأجير مفيش فيه مشكله، انما التمليك ما فيش الكلام دوت، مفيش. دي كلها بفلوس الاعضاء الحاجات ديت. كيف تم اختيارك؟ يعني قول لي ازاي تم اختيارك؟ هم طبعا على ما فهمت راحوا لمين ومين نصحهم؟ هم راحوا اللي اعرفه يعني ان هم راحوا للسيده جيهان السادات. السيده جيهان السادات قالت لهم انا الرئيس انور موصيني ان انا ماليش في السياسه، لا انا ولا ابني. وبعدين الحزب بهذا المنظر وبهذا الشكل يا جماعه في مشكله وفي مطب كبير. لازم حد يجي يكون له مصداقيه عند الناس، حد فهمان العمل السياسي، واحد ممكن تأمنوا له
على ان هو يعيد الحزب الوطني الى سائر او الى سابق عهده. فمن ضمن الاسامي اللي كانت مطروحه انا. هي الست طبعا يعني ما قالتش في حقي كلام وحش، على العكس قالت في حقي كلام كويس، زائد انه اجتماع الامانه العامه وامناء المحافظات لم يعترض احد، بل على العكس رحبوا. عدا 3. مين؟ ال3 دول انا اذكر منهم الاخ الغمراوي اللي هو كان امين القاهره. ده راح قال لهم حلوا الحزب. محمد الغمراوي امين الحزب الوطني في القاهره. قال لهم حلوا الحزب ده، اسلم حل الحزب ده مات وانتهت قصه حياته، حلوا الحزب. لان هو بيعمل حزب جديد. فراح يقول لهم كده. على معرفتي يعني بيعمل حزب. ومين الاثنين التانيين اللي اعترضوا؟ لا مش فاكر، هم مش اعترضوا على وجودي. كانوا بيطالبوا بحل الحزب برضه. طيب بس انت عاوز تقول انه السيده جيهان السادات هي التي اعطت ضوءا اخضر؟ اخضر. هي قالت في حقي كلام الحقيقه، ما جاملتنيش في حاجه يعني. هتجاملني في ايه؟ ما هو الحزب. مع انك مبهدل جمال ابنها، يعني مبهدل جمال السادات. انا برضه بقول الحق. انا ماليش مصلحه مع حد. انا ماليش مصلحه. طب ما انا واخد نفسي الاول على الكسب غير المشروع يا اخي. وهي دي اول مره انا اقدم نفسي للكسب غير المشروع. ما انا طلبت قبل كده ورحت والحمد لله سليم، ورايح تاني وعندي سعاده اروح كل يوم. اصل يعني لو رحت كل يوم ايه اللي هيزيد؟ وبعدين انا لما بقول اشوفوا ده وشوفوا ده وشوفوا ده، هو عيب؟ هو عيب ان انا اقول لك ان انا ادي فيك انت بلاغ واقول لهم خدونا انا وهو على الكسب غير المشروع؟ ما جايز انت مكتم على حاجه والشعب والجمهور مش عارف حاجه. لا، اما تضع جمال السادات موضع الاتهام مش اتهام وتشكك فيه يا سيدي ولا اتهام ولا حاجه. بص، الشريف يطلع يورينا ايده. لما اساله على الجنيه اللي في جيبه يرد عليا، اما اقول له من اين لك هذا يقول لي انا جايبه من الحته الفلانيه. دي ما تزعلش. انور السادات مات ما حلتوش الهوى، ما حلتوش الا حب الناس. جمال عبد الناصر مات ما حلتوش الهوى، ما حلتوش الا حب الناس. ايه المشكله؟ طيب بمناسبة كلامك عن السيدة جيهان السادات اللي بتقول انها هي التي زكتك رئيسا للحزب. انا ما قلتش انها زكتني، انا قلت ان لما ذكر اسمي ذكر بالخير. حينما ذهب اليها قيادات الحزب الوطني يقولوا لها ده اللي انا فهمته. الحزب ونجيب ده اللي مين. انا فهمته. طب ايه الفرق بين السيدة جيهان السادات والسيدة سوزان ثابت حرم الرئيس السابق محمد حسني مبارك؟ الراجل ما دي من اصل انجليزي ودي من اصل انجليزي. الاثنين جايين من سكه واحده. بريطانيا العظمى، ام دي انجليزيه وام دي انجليزيه. الفرق راجل البيت. في راجل عينه مليانه ومش باصص للدنيا، وفي فرق واحد طماع وباصص للدنيا. الراجل اللي ما يعرفش يحكم بيته ما يعرفش يحكم مصر. عايز تقول ان هي التي اجبرته على محاولة توريث الحكم لجمال مبارك على كل شيء غلط. كان ممكن تقول له كخلف للرئيس السابق محمد حسني مبارك، هل يمكن ان تذهب اليه وتقبل يده على اعتبار انه انت تستمد مشروعيتك من يعني دايما القيادة السابقة وهي قيادة تاريخية للحزب الوطني، فأتوقع كده أنك تذهب أنا ذاهب فعلا، بس تقبل يده وتقول له أنا يعني جيت مكانك. تنصح بإيه؟ أنصح بإيه؟ هيقول لي تعالى جنبي. هي دي النصيحة اللي هيقولها لي. هيقول لي إيه؟ هو عنده حاجة تانية هيقولها لي؟ هيقول لي اتخرب بيتي وخربتوا بيت الله يخرب بيوتكم. إيه هقول له إيه؟ أنا رايح للسادات. يعني انت لا تعترف بحسني مبارك رئيسا للحزب الوطني 30 سنة؟ 30 سنة ضاعوا من عمرك يا مصر. اسقاط تام لل 30 سنة دول، سرقوا من عمرنا. بدليل النتيجة اهو. بدليل ان انت وصلت النهارده انك بتتكلم في انتخابات رئاسة الجمهورية شعبان عبد الرحيم مرشح نفسه رمز الماكو. انتوا عاوزين اكتر من كده حاجة؟ وصلنا للمستوى ده. وصلنا للمستوى النهارده ان انت داخل على انتخابات تشريعيه. الشباب اللي عمل الثوره ما فيش واحد فيهم هيخش مجلس الشعب. واحد.
مش هيقدر. طب بالمناسبة دي هتدي صوتك لمين في انتخابات الرئاسة القادمة؟ في السيد عمرو موسى، في الدكتور محمد البرادعي، في حمدين صباحي، وفي أيضا دكتور أيمن نور إذا سمحوا له بخوض الانتخابات، وفي المستشار هشام البسطويسي. هتدي صوتك لمين؟ وفي السيد مجدي حسين، عشان مش عاوز أنسى أسماء الزملاء والأصدقاء. لمن ستعطي صوتك؟ اللي في دماغي، اللي انا شايفه انه ينفع لقياده مصر في المرحله الحاليه اللي احنا فيها دي، انا ما شفتوش لسه. ليه؟ الناس اللي حضرتك طرحت اساميهم دول انا ممكن افنطهم لك واحد واحد. ليه تحفظك ايه على عمرو موسى؟ السيد عمرو موسى. السيد عمرو موسى راجل طيب، ولكنه خدم مع الرئيس مبارك، والرئيس مبارك هو اللي رشحه لجامعه الدول العربيه. لا، كراهيه له أطاح به من وزارة الخارجية بعد ضغوط أمريكية إسرائيلية. لو كراهية له كان قعدوا في البيت، لكن أما وإن الحكومة المصرية ترشحه دي ما فيهاش هزار. لما رشحوا مسكوا جامعة الدول العربية، نزل ميدان التحرير وكانت لديه شعبية في الميدان. قعد له دقيقتين يعني بقى السائر. مش معقولة. أمال إحنا اللي بيتنا هناك. ما أنت كنت قاعد هناك في خيمة يا ميمة جنب الخيمة وقاعد. ما أنا قابلتك هناك فبقول طلعت السادات يعني هو ده اللي بيخليني مذهول. ليه يبيع دم الشهداء ويبقى رئيس للحزب الوطني؟ بس انا عايزك تكمل. انت جاوبت على ده. كلامك قاسي جدا. انا ابيع دم الشهداء؟ انا لازم اقسو عليك عشان ما يرضيش ربنا، ما يرضيش بكره بتعتذر وبتقول يا جماعه انا بعتذر عن رئاسه هذا الحزب الذي افسد مصر طيله 30 عاما. ده اللي هيعدل الخلل اللي موجود. وصدقني اعمل حزب جديد وانطلق من ميدان التحرير، ما تنطلقش من بوابه فاسده وسيئه السمعه اسمها بوابه الحزب الوطني وتحط لي يافطه بس اسمها الجديد. انا عاوزك تبقى فير عاوزين نتكلم. لا، ده الحزب الوطني. لا. يعني الرموز الفاسده الحراميه اللي مش الحزب الوطني اللي مات، الفساد في الحزب الوطني هو اللي مات، وكل فاسد هيتحاسب. طيب انت وعدت بالتخلص من بقايا الحزب الوطني، واعتقد بس اقف ورايا بقى، ما تهاجمونيش. بعد الفاصل الإجابة على السؤال المهم: هل خطط طلعت السادات وشقيقه عفة السادات لاختطاف ابنة عفة السادات لإكسابه؟ لا إله إلا الله. لإكسابه لا 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 مش ممكن. وإنقاذ عفة ومنحه بعض التعاطف. إنقاذه من إيه؟ لأنه مش هقول لأنه، لكن بعد الفاصل الإجابة على هذا السؤال. لا 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 لا، ده مش ممكن. ده